طبعا في اطار ان الاهلي بيختار مدير فني وبيدور على مدير فني بمواصفات معينة، من ضمنها طبعا امكانياته الفنية تبقى كبيرة، وتاني حاجة يكون عنده شخصية قوية. كمان في بعض الجماهير بتطالب ان يكون في مدير كورة يكون عنده شخصية قوية ويقدر يسيطر على اوضة اللبس الخاصة باللعيبة. وخلي بالك ان دي نقطة مهمة جدا ولا تقل اهمية عن الادارة الفنية او انت بتختار مدير فني. ليه؟ لان كلنا عارفين في بعض المواقع بتكذب في تصريحات بتطلع من جوه النادي الاهلي، بتكذب ان ممكن يكون في بعض المشاكل، في بعض الهفوات كده اللي بتحصل. لا، هي موجودة. عشان كده البعض طالب بعودة سيد عبد الحفيظ كمدير للكورة للنادي الأهلي، لكن أنا هقول لك معلومة وليس توقع: سيد عبد الحفيظ لن يعود إلى هذا المنصب داخل النادي الأهلي مرة تانية. فالاختيار هينصب على مجموعة من الأسماء، هقول لك عليها بمجرد ما تطرح وللنقاش في مجلس الإدارة، لكن بأكد لك للمرة التانية إن سيد عبد الحفيظ مش هيكون موجود كمدير كورة أو مدير للنشاط الرياضي داخل النادي الأهلي.